السلام عليكم ورحمة الله. حين تغيب سيادة القانون وتتحول مصادر العدالة إلى أوراق تائهة، يجد المواطن البسيط نفسه وحيدا في مواجهة غابة من التعقيدات. هذا بالضبط ما تعيشه اليوم الأختان ماريو وماجدة في واحدة من أكثر القضايا إيلاما واستفزازا للضمير الإنساني والوطني. رحلة عذاب بدأت فصولها من مدينة دار البيضاء وصولا إلى العاصمة الإدارية الرباط، بحثا عن وميض أمل يرفع عنهما شبح الظلم والاستعباد. القصة وما فيها أن هاتين الأختين، وهما ابنة مسؤول أمني كوميسير سابق خدم هذا الوطن، وجدا نفسيهما في مواجهة صادمة مدوية بعدما تفاجأ بأن فيلا العائلة التي ورثتها شرعا وقانونا قد تم السطو عليها والاستيلاء عليها من طرف شخص غريب. والأدهى من ذلك أن هذا الشخص يتخذ من الفيلا مقر لإقامته رفقة عائلته منذ حوالي 10 سنوات كاملة، وتحديدا منذ سنة 2017، وكأننا في منطقة خارجة عن السلطة والقانون وبدون أي سند قانوني أو حق مشروع يبرر هذا التمدي. على مدار عقد من الزمن لم تقف الأختان مكشوفي الأيدي، بل سلكتا كل الطرق القانونية والمؤسساتية المتاحة. لقد طرقتا باب القضاء واستعانتا بترسانة من المحامين وراسلتا مختلف الجهات المختصة علهما تجدان من ينصفهما، لكن المفارقة الصادمة وحجم المعاناة الحقيقية يكمنان في الاصطدام الممنهج بصعوبات وتعقيدات مريبة تتقاطع كلها عند كلمة واحدة: النفوذ. نفوذ شخصي يتمتع به المعتدي ويستغله لعرقلة كل مسار قضائي، مما جعل ملفهما يراوح مكانه وحال مرارا وتكرارا دون استرجاع حقوقهما المالية والنفسية والمادية، دفاعا بهما نحو حافة الانهيار العصبي والنفسي. أمام هذا الباب السد المنع واستنزاف كافة الحلول القانونية المحلية دون جدوى، لم يتبقى للأختين سوى الملذ الأخير: صوت الإعلام وصرخة الضمير العلنية. وها هما اليوم تقفان أمام مقر وزارة العدل بقلوب مكسورة وأعين فاضت بالدموع وحالة نفسية صعبة للغاية، نتيجة طوال أمد قضية وعمق الشعور بالغبن والقهر. إلى ماريو وماجدة لا تط... إن ماريو وماجدة لا يطالبان المستحيل، بل